مدرب سيراميكا كليوباترا يفاجئ الجميع بهذا التصريح بعد الهزيمة الساحقة من الأهلي. تابع ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد، ولا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى نعرف كم عدد محبين وعشاق النادي الأهلي المصري. علق الكابتن أيمن الرمادي مدرب سيراميكا كليوباترا وأدلى بتصريحات مثيرة جدا نقلتها الإذاعة المصرية عقب انتهاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، والتي انتهت بفوز ساحق للنادي الأهلي برباعية مقابل هدف. قال أيمن الرمادي: النهاردة أنا كنت بلاعب فريق كبير جدا، فريق يعتبر حسم بطولة الدوري بنسبة تتخطى 90%، ولكن أنا عندي تعقيب على حكم المباراة، الحكم محمد معروف. ركلة الجزاء أنا كنت معترض عليها اعتراض شديد جدا، وكنت شايف إنها ركلة جزاء من وحي الخيال، ولكن اتفاجئت بعد مراجعة اللعبة إنها ضربة جزاء واضحة على سعد سمير. فأنا بتأسف جدا على اعتراضي على الحكم محمد معروف أثناء سير المباراة. تاني حاجة، أنا النهاردة كنت بلاعب النادي الأهلي، فرقة كبيرة جدا وتفوقت علينا في كل شيء سواء هجوميا أو دفاعيا. النادي الأهلي يمتلك هجوم قوي جدا، يعتبر من أقوى هجوم الدوري المصري، وهو المتصدر من حيث الأهداف، ويمتلك دفاع أيضا قوي جدا. فمن الطبيعي والمنطقي ان النتيجة تكون لصالح النادي الاهلي، لكن انا كنت اتمنى ان انا احقق نتيجة ايجابية او اعمل مفاجأة امام النادي الاهلي، ولكن ما حصلش ده، وقدر الله ما شاء فعل. وببارك لجمهور النادي الاهلي ولجهاز النادي الاهلي بالكامل على الفوز وعلى ال3 نقاط، وبشكركم شكرا جزيلا.